اهلا بيكم طلاب ثالثه ثانوي. النهارده هنتكلم مع بعض عن كلمات يونت 10. كلمات يونت 10 بقى من اكتر الكلمات في المنهج عندنا اهميه من حيث العدد، وعندنا كمان كلمات جديده ما خدناش قبل كده، ما عدتش علينا خلال المراحل اللي فاتت. ونبدا مع بعض باول كلمه. زي ما تعودنا مع بعض هناخد الكي فوكاب، الكلمات الاساسيه والمهمه في اليونت، وبعد كده نكمل الجزء الثاني باقي الكلمات اليونت. نبدا اول كلمه مع بعض وهي كلمه سايتس. سايتس اللي معناها مواقع. وعندي كمان كلمه اسمها هيريتج. هيريتج معناها تراث. لو حطيناهم مع بعض يبقى هيريتج سايتس. هيريتج سايتس اللي معناها مواقع تراثيه او مواقع ذات اهميه في التاريخ. بعد كده عندنا كلمه picturesque. picturesque picturesque اللي معناها interesting او amazing، معناها رائع يعني. بعد كده عندنا كلمه تانية اسمها myth. myth myth اللي معناها خرافه او اسطوره من الاساطير زمان يعني. عندنا كمان كلمه remains. remains معناها بقايا او الحاجات اللي القديمه التاريخيه والبقايا الاثريه زمان يعني. بعد كده عندي كلمه gateway. gateway معناها بوابه. عندي دام. دام معناها سد، زي هاي دام السد العالي مثلا. عندي بعد كده highlights. highlights معناها اهم الاحداث. اهم الاحداث. عندي بعد كده كلمه landmarks. landmarks معناها معالم هامه بتميز البلد او المدينه، مثلا زي برج ايفل في فرنسا، زي يعتبر لاند مارك من المعالم الهامه في البلد يعني. بعد كده عندنا كلمه dedicate. dedicate معناها يحدد او يخصص او يكرس. dedicated بعد كده dedicated. dedicated محدد او مخصص. healing عندي كلمه اسمها healing معناها شفاء. شفاء. well worth. well worth معناها يستحق. well worth معناها يستحق. column. column معناها عمود، زي مثلا عمود السواري في اسكندريه مثلا. elaborate. elaborate معناها معقد او متقن. dig up. dig up معناها يستخرج من الارض. pick up. pick up طبعا pick up خدناها قبل كده بمعنى يلتقط او يصطحب شخص. النهارده في يونت 10 ليها معنى تاني خالص، وهو يشتري شيء بسعر جيد، يشتري حاجه لقطه يعني. pick up. come across. come across اللي معناها يجد بالصدفه او يقابل حد بالصدفه. hand in. hand in معناها يسلم شيء لشخص باليد. يسلم شيء لشخص باليد. must see. must see معناها لابد من رؤيته. لو قلت لك المكان ده must see معناها لازم تشوفه. temple. temple معناها معبد. bargain. bargain معناها صفقة. tourist attraction. tourist attractions معناها عوامل الجذب. moving. moving اللي معناها مؤثر او عاطفي. لو قلنا moving film يعني فيلم عاطفي او فيلم مؤثر بيخليك تعيط يعني في مشاهد حزينة كتير. موزيليوم. موزيليوم. موزيليوم معناها ضريح او قبر. طبعا الاضرحة اللي بيبقى بيدفن فيها الناس زمان، وزي كده عندنا في اسكندرية ابو الدردار وابو العباس، كل دي اماكن اتدفنت فيها ناس زمان، وبيبقى مبنى كبير كده مش مجرد قبر عادي يعني. عندنا بعد كده كلمة بريزيرف. بريزيرف معناها يحفظ، بس في اليونت هنا جت معناها معنى يحنط، زي التماثيل زمان في ايام الفراعنة. وعندي كمان الصفة منها preserved. preserved اللي معناها محنط
وبكده يبقى خلصنا الكي فوكابلري في يونت 10، وتعالوا مع بعض نكمل الجزء الثاني من كلمات يونت 10. ورجعنا معاكم في الجزء الثاني من كلمات يونت 10. ونبدأ مع بعض بأول كلمة اللي هي رويال. رويال ملكي. procession procession موكب. authentic authentic أصلي. sculptures sculptures تماثيل منحوتة. statue statue تمثال. emotional emotional عاطفي. parade parade معناها موكب أو مسيرة. display display هنا display معناها verb ونون. verb ونون معناها يعرض أو عرض. wonders wonders معناها عجائب. fort fort قلعة أو حصن. bury bury يدفن. artifacts artifacts أعمال يدوية. curve curve ينحت. port port ميناء ميناء بحري طبعا. monuments monuments آثار. coffins coffins توابيت اللي الناس بتدفن فيه، تابوت. establish establish verb بمعنى ينشئ أو يأسس. devote devote يخصص أو يكرس. underneath underneath معناها أسفل. contemporary contemporary معاصر أو حاجة حديثة يعني. archaeology archaeology ده علم الآثار، عشان كده هناخد بقى كلمة archaeologist. archaeologist هو عالم الآثار. inhabit inhabit يسكن. decipher decipher فيرب مهم جدا بمعنى يفك شفرة، على سبيل المثال فك شفرة حجر رشيد. روزيتا ستون حجر رشيد بالمناسبة يعني. God God إله. earthquake earthquake زلزال. appreciate appreciate يقدر يقدر شخص مثلا. culture culture ثقافة. cultural cultural ثقافي. extinct extinct معناها منقرض منقرض زي extinct animal حيوان منقرض. lighthouse lighthouse منارة زي منارة اسكندرية في العجائب دون السبع زي ما انتم عارفين قبل كده. priests priests الكهنة أو القساوسة. peril peril عمود. mummies mummies مومياوات. tradition tradition تقليد. traditional traditional تقليدي. associated associated متحد أو مرتبط. association association اتحاد أو رابطة زي فوتبول association اتحاد الكورة كده مثلا. original original أصلي. well well بئر بير يعني. reign reign معناها سيطرة أو فترة حكم يعني اسمها reign. ruins ruins معناها حطام أو برضو بقايا حاجات قديمة. tongue tongue لسان. crafts crafts حرف أو مهن حرف أو مهن. reviewer reviewer ناقد. captivate captivate يأسر في الحرب مثلا. unearth unearth يستخرج بالحفر يستخرج شيء عن طريق الحفر يعني. unearth. ram ram منحدر صخري. classify classify يصنف يصنف. birthplace birthplace مكان الميلاد أو الموطن.
surround surround يحيط. civilization civilization حضارة. cellar cellar سرداب. mark mark علامة كنون وفيرب معناها يميز. entrance entrance مدخل. rule rule يحكم. ruler ruler حاكم. religious religious ديني. expedition expedition رحلة استكشافية. treasures treasures كنوز. sacred sacred مقدس. arts arts فنون. structure structure هيكل أو بناء. approximately approximately تقريبا. nearly سويها. powerful powerful قوي. record record سجل أو رقم قياسي. mystery mystery سر غامض. mysterious mysterious غامض. cruise ship cruise ship سفينة بحرية. hilltop hilltop قمة التل. medieval medieval من العصور الوسطى. entire entire كامل. home home mountain. moral moral لوحة جدارية لوحة جدارية. maintain maintain يحافظ على. necropolis necropolis معناها مقبرة كبيرة. diversity diversity تنوع. transfer transfer ينقل. souvenirs souvenirs هدايا تذكارية. banks banks ضفاف النيل ضفاف النهر. region region إقليم أو منطقة. arrow arrow سهم. palace palace قصر. passage passage ممر. وبكده يبقى خلصنا كلمات يونت 10 واشوفكم في فيديو جديد. ومتنساش سبسكرايب والشير واشوفكم على خير ان شاء الله.